حبايب تيتا ميمي، أنا مش هطول عليكم، بس عايزين نعرف إيه حكاية الفنان أحمد سعد وحكاية حمومة العيد بتاعته. حبايبي اشتركوا في قناتي وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل حكاية ونصايح تيتا ميمي الجديدة. حبايبي، هو إيه الحكاية؟ كل واحد عايز يطلع ترند يعمل أي حاجة غريبة. هو عادي كده إن بناتنا تفتح الفيس وتلاقي فنان معروف في مصر والوطن العربي بيستحمى قدام الناس كلها من غير أي لازمة. وهو بيغني يا ابن المحظوظة. هو ابن المحظوظة فعلا علشان هو بيستحمى، ولا علشان ربنا اداله بقى إنسان مشهور يعمل كده؟ احنا فعلا استفدنا ايه من تصبين جسمه بايديه قدام الكاميرا من غير ليفة؟ ومين اصلا اللي كان بيصوره؟ لا بصراحة عيب. هو ليه كده يا حبيبي؟ انا فعلا كنت بحبك ومعجبة باغانيك.